إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل متابعين ومشاهدين قناة وموقع سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. معكم أحمد المصري، كل عام وحضراتكم بألف خير. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن محاضرة بتتكلم عن حجز الدومين في موقع جو دادي. تمام، نظرا طبعا لان هو يعتبر من اشهر المواقع في حجز الدومينات. هو في مواقع تانية كتير طبعا، في اينوم وفي هوست جيتور وفي مواقع تانية كتير، لكن انا الجودادي بنتعامل معاه لانه بيسهل علينا الربط ما بين الدومين وما بين المدونة بكل بساطة، وبيقدم امكانيات كتير جدا جدا هنشرحها باذن الله في دروس متفرقة. من خلالها بتعرف ازاي تربط ما بين تحول الدومين على حساب تاني جوه جودادي. تمام، بتعرف ازاي تضيف اكتر من طريقة دفع وهكذا الى اخره. الحاجات دي كلها هنتكلم عنها واحدة واحدة باذن الله. ان شاء الله ما تنساش تزور معانا القناة، تشوف بقية الفيديوهات ان شاء الله تستفيد منها باذن الله. ما تنساش تشترك معانا وتضغط على زر الجرس، هيوصلك اشعار داخل الايميل بتاعك او على برنامج اليوتيوب الخاص بيك اللي شغال على الموبايل. هيوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة اللي نزلت، تقدر ان انت تشوفها وتتابعها معانا باذن الله. وانشر وشارك في كل مكان، زكاة العلم نشر وتعليمه، وربنا يجزيك الف خير على كده. وما تنساش برضو تزور الموقع بتاعنا، وهتلاقي فيديوهات ومقالات ومحاضرات جديدة كلها بتنزل على الموقع اول باول. وما تنساش تشترك معانا في القائمة البريدية. بمجرد ما تضيف ايميلك زي ده كده مثلا، تكتب الايميل بتاعك وتقول له اشترك الان، اي مقال جديد ينزل في الموقع ان شاء الله يوصلك على بريدك الالكتروني مباشر على طول، تقدر تشوفه وتطلع عليه. وهتلاقي برضو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، جوجل بلس، انستجرام، عندك التويتر، الفيسبوك، الخلاصات بتاع الموقع الار اس اس. ان شاء الله كل ده تقدر ان انت تطلع عليه وتشوفه. يشرفنا وجودك وزيارتك لمواقعنا على الانترنت ان شاء الله. اول خطوة هنعملها وهنتكلم في الموضوع بالتفصيل. عشان تحجز دومين، اول حاجة لازم تعملها ان انت تفتح حساب او تسجل، تعمل ساين ان او لوجن جوه موقع جودادي. تمام، فاول ما الموقع بيفتح معاك، دي الواجهة الرئيسية بتاع الموقع زي ما انت شايف كده. تمام، هتضغط عندك على الساين ان هنا، تضغط عندك هنا على ساين ان، وبمجرد ما تقول له create my account، قول له هنا create my account زي ده كده، اضغط عليه، اضغط على الزر ده كده مثلا، اعمل نيو تاب. تمام، على سبيل المثال هتلاقي هنا عندك بيطلب منك ان انت تكتب كلمة السر بتاعتك. تمام، بيطلب منك ان انت تعمل تكتب الايميل وتكتب اليوزر نيم اللي هو اسم المستخدم وتكتب كلمة السر. اول حاجه بتعملها هنا بتكتب الايميل بتاعك. اول حاجه بتسجلها، هو عندك طريقتين للتسجيل، اللي اما تسجل عن طريق الفيسبوك اللي هو حسابك المفتوح حاليا في الفيسبوك، تعمل كونتينيو ويز فيسبوك. تمام، فبيربط ما بين، بيعمل كونتاكت او كونكت، ربط ما بين حسابك في الفيسبوك والجودة دي. تمام، بس انا طبعا مش بفضل الطريقه دي بالنسبه لكل المواقع. دايما افصل ما بين حساباتك، ما تضمنش الظروف يحصل اختراق لحاجه معينه فيهم فما تاثرش على التانية. تمام، كل شيء معرض للخطر طبعا انت بما انك على النت. هتيجي هنا كده على الايميل مثلا، هتكتب ايميلك اللي انت هتسجل بيه، وليكن على سبيل المثال، دي طبعا امثله بنضربها، انا هسجل مثلا بايميلي ده. تمام، وهسجل مثلا اسم المستخدم مثلا ميجا جروب 2000 وهكذا. خلاص، طيب بتكتب كلمة السر. هو هنا كلمة السر بيتطلب منك ان هي تكون عبارة عن ارقام ورموز وحروف كبيرة وحروف صغيرة، خد بالك من الحاجات دي. تمام، هنكتب مثلا كلمة السر واحد، هنظهرها هنا عشان تبقى ظاهرة للناس. كلمة السر مثلا 1 2 3 4 5. تمام، حرف كبير، حرف صغير، رموز مثلا. تمام، طيب نكتب 1 2 3 4. هو عايز هنا الأرقام الحروف. شوف هنا بيقول لك أداة حرف 2. تمام،
يعني على الاقل مش اقل من من اقل من 5 حروف، خلي بالك، يعني مش اقل من 5 حروف. معاك لحد 9. خلاص. زي ما هو ذكر بتلاقي الخيارات اللي كانت ظاهرة دلوقتي بيقول لك 9 كاركتر، اللي هو يعني مش أقل من 9 حروف. تمام. فأنا بنشرح بالتفصيل طبعا. وممكن تعمل رموز بقى على أساس إن يبقى عندك أمان أكبر، زي ما سبق وشرحنا قبل كده في المحاضرات اللي سبقت. عندك السبورت بين هنا، البين كود ده عندك تكتب 4 أرقام للاحتياط في حالة إن أنت نسيت كلمة السر أو تأكيد أمان زيادة أو كده. تمام. فتكتب البين كود بتاعك 2 3 4 مثلا، وبعد كده بتقول له create account. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. خلاص. بعد ما بتكريت الاكونت بتاعك بيوصلك رسالة تأكيد وتفعيل على الايميل اللي انت سجلت بيه اللي هو ده مثلا، وبعد كده بتدخل تعمل تأكيد، بيفتح معاك الحساب دايركت على طول. مفيش اي مشكلة. الهدف طبعا ان انت لازم تسجل عشان يبقى لك اسم عندهم، يبقى لك اكونت شخصي عندهم، حساب شخصي، فتقدر من خلاله ان انت في اي وقت تدخل تعدل على حسابك اللي انت على الدومينات بتاعتك والدومين سيتنج والدي ان اس والحاجات اللي احنا نشرحها واحده واحده بدي باذن الله. خلاص احنا كده سجلنا. هنيجي بقى للساين ان. انا خلاص سجلت، عايز اعمل ساين ان. بتفتح هنا زي ما انت شايف فوق كده، بتقول له اسم المستخدم اللي هو ده. تمام. وبقول له ساين ان. زي ما حضرتك شايف كده انا بكتب الايميل بتاعي، اللي هو اللي بتكتب ايميلك هنا وبتكتب كلمة السر بتاعتك. انا طبعا ليا اكونت، فبكتب الايميل وكلمة السر وبقول له ساين ان. شوف الحساب هيفتح معاه دايركت زي ما حضرتك شايف كده. تمام. بيجيب لك اسمك اللي انت سجلت بيه، اسم الشخص، بيجيب لك البين كود بتاعك اللي انت مسجل بيه. طبعا انت في حالة ان انت بترسل الدعم في اي وقت بيطلب منك يقول لك الكاستمر نمبر بتاعك كام والبين كود بتاعك كام. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا جدا، احفظهم في مكان امن عشان هتحتاجهم. خلاص. ده بالنسبة ل ان انت خلاص سجلت في جو دادي، فتحت حساب في جو دادي. دي الخطوة رقم 1. طيب ازاي بقى اشتري دومين في جو دادي؟ ازاي اشتري دومين؟ انا عايز احجز دومين، احجزه ازاي؟ على سبيل المثال انت اول ما بتدخل على الويب سايت هتلاقي بره اصلا اللي هو find your perfect domain name. تمام. اللي هو ان انت في حالة ان انت محتاج تحجز دومين، فهتدخل على القائمة بتاع السيرش دي وبتعمل سيرش دومين، بتشوف يا ترى هو موجود اونلاين او نشط اكتف على النت ولا مفيش حد اشتراه. يعني يا ترى هو متاح ولا غير متاح. بيجي هنا يقول لك تيكن او محدش اشتراه قبل كده. خلاص. فعلى سبيل المثال احنا هنبحث عن الدومين ده مثلا باي تيكن مثلا. شوف، واقول له سيرش دومين زي ما حضرتك شايف كده. شوف بيعمل سيرش وبيجي هنا يقول لي باي توكن. شايف باي تيكن هنا دوت كوم. بيقول لي هنا ايه؟ ان هو متاح available. تمام. yes your domain is available. تمام. وبتدخل بقى عادي جدا تكمل الموضوع بتاعك. طيب افرض ان الدومين ده مش متاح. على سبيل المثال هندخل مثلا، احنا سؤال وجواب، هنبحث على سؤال وجواب تاني. شوف لو قلت له سيرش اجين، بيجي هنا يقول لي ايه؟ سوري استيكن، محجوز او متاخد قبل كده. خلاص. طيب هناخد مثلا الدومين ده باي تيكن هنا. خلاص. وبقول له سيرش زي ما حضرتك شايف كده. طيب في حالة ان هو متاح بيظهر لك هنا بيقول لك في 3 خيارات قدامك ان انت ممكن انت عايز تحجز دوت كوم. طيب افرض في دوت نت ودوت اورج ودوت انف. تمام. تجاري او بيتبع المنظمة او الحاجات دي اللي هي الامتدادات الخاصة بالدومينات. خلاص. طيب في حالة ان انا عايزه موقع دوت كوم. في حالة ان انا عايزه موقع دوت كوم بيعرض عليك هنا برضو في امتدادات للدومينات. يعني مثلا بيقول لك هنا في حالة ان انت محتاج اختصار دوت انفو هيبقى ب54 دولار. تمام. محتاج مثلا دوت نت هيبقى ب217 دولار. طبعا ده في حالة ان هو محمي. حتى هنا بيقول لك protect your name with this domain. يعني دي اللي هي الدومينات او النطاقات المحمية. يعني الدومين شامل الحماية بتاعته. خلي بالك عشان كده اسعاره رافعة شوية. انا بشرح لك بالتفصيل اهو على اساس ان انت كل حاجة تبقى واضحة قدامك. احنا ممكن ندخل يلا عرفنا ازاي بنحجز وخلاص وكده وكل سنة وانت طيب. لا، احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان تبقى داخل فايق للموضوع. تمام. لحد هنا انت كده كويس.
عندك برضو هو للاسف الموقع في الجودادي ما عندهمش لغه عربيه، لغه انجليزيه وبقيه اللغات. خلاص. عندك هنا بتختار العمله، يعني انت مثلا عايز تعرف بالدولار او عايز تعرف بالمصري. فانا مثلا هختار بالدولار عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لنا، احنا دلوقتي بالعمله المصريه اللي هو ايجيبشن باوند. تمام. وعندك هنا برضو هختار مثلا إيه، نختار بالدولار. فين زي ما انت شايف كده. تمام. يونايتد ستيتس دولار. فبتختارها هنا كده وبقول له باي تيكن. شوف الدولار في السنة الواحدة بكام؟ ب 12 دولار السنة الواحدة، ب 12 دولار. فاقول له اد تو كارت. مش هختار اي حاجة تانية، مش هختار اي حاجة تانية. تمام. فاقول له هاد اد هنا، اد تو كارت. تمام. وشايف بيقول لي ادد، تمت الاضافة. بيقول لي تمت الاضافة. خلاص. طيب باجي هنا بقى اقول له continue to cart. شايف بيجيب لي هنا زي ما حضرتك شايف كده، بيقول لي انت هنا بقى محتاج ان انت تعمل له حماية، ولا هتعمل له حماية يعني بيعرض عليك اللي هي security. انت عايز مثلا يبقى HTTPS وهكذا، ومحتاج كمان ان هتيجي مثلا في شركات حماية زي النورتون، وشركات حماية مثلا زي في عندك الفري ساين على سبيل المثال. في مواقع كتير جدا جدا هم بيتعاملوا مع 3 شركات، الصراحة مش متذكر اسمهم دلوقتي، ممكن نشوفهم مع بعض كمان شوية. هم مذكورين جوه. تمام. على سبيل المثال اما اجي اقول له هنا فيو ديتيل مثلا، طيب هي مش هتظهر معايا دلوقتي بس هنشوفها مع بعض. انا هنا نو ثانكس، انا مش محتاج حاجة، مش محتاج حماية. تمام. طيب include free months، طبعا انا مش محتاج هنا. وبيقول لك هنا انت تقدر ان انت كمان تعمل ويب سايت بيلدر، تقدر تدخل تنشئ ويب سايت من الصفر، انا مش محتاج الكلام ده برضو. تمام. create ايميل، انت تقدر تعمل ايميل مثلا احمد @bytaken.com اللي هو باسم الموقع. تمام. لا انا مش محتاج كده. خلاص. بقول له continue with this option عشان اشوف بقية الاعدادات. تمام. بتيجي هنا حضرتك زي ما انت شايف كده، بتيجي كده زي ما انت شايف. بقول له bytaken.com. بيقول لك هنا انت محتاج سنتين ولا سنة، معاك لحد 10 سنين. السنة الواحدة بكام؟ شوف هيعرض معاك هنا. طبعا في نقطة مهمة عايز اتكلم فيها برضو، هو هنا عرض لك سنة واحدة بكام؟ ب 11 دولار او ب 12 دولار. لو انت اخترت سنتين هيعرض لك كام؟ تقريبا الضعف. شايف 26 او 27 دولار. طيب في ناس يقول لك في كوبونات بقى، وادخل خد الكوبون وهتشتري دومين ب 99 سنت. انسى الكلام ده. معلومة مهمة جدا جدا تبقى واخد بالك منها. بالنسبة للكوبونات هي متاحة لبعض الدول وبالذات في الدول الأوروبية، فبتساعدهم ان هو يعمل خصم للموضوع ده، عشان الدي ان اس هناك يعني في حاجة كده خاصة بالدي ان اس هي اللي بتساعدهم على الموضوع ده. فلو اكتشف عندك ان انت خدت كوبون من الكوبونات ديت وجيت ضفته عندك وربطته بالدومين بتاعك والدي ان اس بتاعك مصري والقصة دي كلها، ممكن لا قدر الله يتسبب في ان يتعمل حجب. تمام. للدومين بتاعك ويتوقف منك، ودي مشكلة خلي بالك منها. خلاص. فبلاش موضوع الكوبونات بالذات، ان احنا في العالم العربي هنا الكوبونات عندنا في الفترة الأخيرة ديت فيها مشاكل، يعني أنا سمعت عنها مشاكل كتير جدا جدا. فأحسن حاجة خليك ماشي في النور، ادخل اشتري دومين لمدة سنة ولا مدة 2، وعدي أمورك على خير، مفيش أي مشاكل. خلاص. هي دي كل الحكاية. طيب طبعا مفيش اي حاجه من ده انت هتختارها هنا برايفت. بيقول لك هنا في حاله ان انت عايز البيانات بتاعتك تبقى واضحه للناس كلها واي حد يقدر يدخل يشوفها او كده. لو انت عايز تحمي الدومين بتاعك محدش يقدر يشوف تفاصيلك ولا عنوانك ولا بياناتك، بيشوف بيحسب لك كمان كام. بيضيف حوالي كمان ده حاجه زي 8 دولار في السنه. خلاص. طيب انا مش محتاجها برضو، مش محتاجها زي ما حضرتك شايف كده. تمام. وبتيجي هنا بتقول له بروسيد تو شيك اوت. بتضغط عليها كده بروسيد تو شيك اوت، نضغط عليها.
تمام. زي ما انت شايف كده حضرتك بيجيب لك هنا بياناتك اللي هي اللي انت اللي احنا قلنا احنا سجلنا بيها في الدومين في الاول. خلاص. وبيجي لك هنا بيقول لك بريفيرد بيمنت في حالة اللي هي الفيزا بقى اللي انت كنت مسجل بها قبل كده. بتقوم لو انت عندك فيزا اصلا مسجل بقى قبل كده بتقول له هنا بريفيرد بيمنت ميثود اللي هي عمليه الدفع الاخيره او الفيزا او عمليه الدفع او الفيزا اللي انا اشتغلت بقى في الاخر لو انت كنت حاجز قبل كده. طيب لو معاك فيزا تانية بتيجي هنا او باي بال، الباي بال واليونيون باي والجيفت كارد والتشيكينج اكاونت، بتيجي هنا تقول له كريدت ديبت او ديبت او بريبيت كارد اللي هي مدفوعه مسبقا. يعني لو معاك كريدت كارد او ديبت كارد او بريبيد كارد، تمام، اي نوع من انواع الفيز ديت تقدر ان انت تسجل بيها. بتيجي هنا بقى تكتب الكارد نمبر اللي هو ال الارقام بتاعتك تقريبا ال 14 رقم الموجودين على الفيزا بتاعتك، تمام. السكيورتي كود اللي هو الرقم المكون من 3 ارقام بتكتبه هنا اللي بتلاقيه على ظهر الفيزا. خلي بالك حتى لو انت ضغطت هنا كده تلاقيه بشرح لك الكلام ده، اسمه السي في في او السي اي دي، مكون من 4 ارقام بتكتبهم هنا. بتيجي هنا اللي هو النيم اوف اون كارد اللي هو الرقم اسمك المسجل على الفيزا بتاعتك، ولو مش موجود تتصل على الدعم الفني بتاع الفيزا او بتاع البنك يجيبه لك، تمام. وبتيجي تكتبه هنا اكسبيريشن هنا اللي هو المقصود بيه، وده برضو في ناس سألتنا عنه، اللي هو تاريخ انتهاء الفيزا، تاريخ انتهاء الفيزا بتاعتك. يعني مثلا الفيزا هتنتهي في شهر 5/2000 مثلا و20 بتكتبه. خلاص. هنا اللي هو يوز از اكسبريس تشيك اوت في حالة ان انت بتقول له اعتمد عملية الدفع ان الفيزا او عملية الدفع تجدد نفسها اوتوماتيك عن طريق الاختيار ده. بلاش الاختيار ده عشان انت كل مرة تطلع على الموضوع بتاعك وتعرف انت هتدفع ولا مش هتدفع، هتجدد ولا مش هتجدد، تبقى الخيار في ايدك في الاخر. خلاص. في كل الاحوال مش هتختار الخيارين دول، تمام. وبعد كده بتيجي تقول له بليس يور اوردر، بتعمل الاوردر بتاعك، بتتم عملية شراء على خير، بيوصلك رسالة على الاكونت بتاعك على الايميل، تمام. بيأكد لك ان عملية الدفع تمت بنجاح ومفيش اي مشكلة ان شاء الله. خلاص. هي دي كانت عملية ازاي بشتري دومين على الجودادي، وعملية الدفع بتتم ازاي، والقصة دي كلها زي ما حضرتك شفت كده العملية سهلة جدا وبسيطة. خلاص. مفيش اي مشكلة. بالتالي كده الامور تكون واضحة بالنسبة لحضرتك والحكاية بسيطة جدا. طيب برضو للعلم بالشيء عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لنا، هندخل على الجودادي. في نقطة يا شباب برضو عايز اوضحها لحضراتكم. هنقول مثلا فيزيت ماي اكونت، تمام. عندك هنا الدومين اللي هي الدومينات اللي انت حجزتها خلاص بتظهر هنا زي ما حضرتك شايف كده دومينز، تمام. فهيجي لك هنا الدومينات اللي انت حجزتها كلها ورا بعضها. فهيجي لك هنا انا مثلا الدومين بتاعي ينتهي في 8/3/2019. خلاص. عندك هنا المانج دي ان اس، ده هنشرحها ان شاء الله بعدين، وهنعرف ازاي نربط ما بين المدونة وما بين الدومين اللي انت اشتريته. طيب الدومين سيتنج بتيجي هتدوس عليه كده اللي هو اعدادات الدومين بتاعتك او الدومين اللي انت اشتريته، تمام. بيحمل معانا. تمام. آه برضو في نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها. طيب عندك هنا اللي هو اكونت سيتنج، هي دي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها. تمام. الاكونت سيتنج هنا بتاعك اللي هي بياناتك الشخصية، دي مهمة جدا جدا لازم تضيفها على فكرة. تمام. بتدخل على بياناتك الشخصية ولازم تضيف بياناتك بالكامل. تمام. اللي هو اكونت سيتنج هتدخل تضيف الفيرست نيم والموبايل فون بتاعك والكانتري اللي هي البلد او الدولة، عنوانك بالكامل، الهوم فون، رقم التليفون الشخصي، الفاكس مش ضروري طالما ما فيش استريكس احمر اللي هي النجمة دي مش مشكلة. تكتب الايميل بتاعك، الديفولت الكرنسي اللي هي العملة بتاعتك الافتراضية، المجتمع او المكان المحافظة اللي انت قاعد فيها، تمام. البوست كود مكون من 5 ارقام اكتبهم وتقول له سيف وتسيف، مفيش اكتر من كده، تمام. هي دي القصة كلها. دي مهمة جدا برضو، خطوة مهمة لازم تعملها. طيب برضو للعلم بالشيء خلينا نمشي واحدة واحدة. انا كده وضحت لك اكتر من 3 نقاط، اللي هي النقطة الاولانية ازاي تسجل في الجودادي، النقطة التانية ازاي
تشتري دومين في الجو دادي. تمام. النقطة التالتة ازاي تظبط اعداداتك جوه الجو دادي وتضيف بياناتك الشخصية. عندك هنا النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، اللي هي اللي انا كنت ناسيها. تمام. اللي هي شركات الحماية اللي انا اتكلمت عنها. هو احنا لو تفتكر واحنا بنختار الدومين وبنظبط اعداداته، اللي انا قلت لك من شوية اللي انا مش فاكر هي بتاع ايه، او اللي هم شركات الحماية اللي الجو دادي بتقدمهم لك. عندك هنا التلات انواع من الانواع الحماية دول. خلاص. عندك البرايفت والديلوكس والبروتكتد، كل واحدة في دول بتمن. يعني دي مثلا سعرها في السنة بريير $8. تمام. هنا مثلا $10، هنا $15، اللي 14.99، 9.99، 7.99. فبتحدد تقول له سيلكتد مثلا وتقول له كونتينيو، وبعد كده بتحدد عملية الدفع وبتفعل عملية الأمان على المدونة والموقع بتاعك. الحكاية بسيطة جدا زي ما انت شايف كده. تمام. آه، يا رب أكون وصلت المعلومة. أنا عارف إن الشرح كان باستفاضة شوية وكان طويل شوية، لكن لازم كده عشان المعلومة توصلك بسهولة. تكون عرفت إزاي تسجل صح، عرفت إزاي تشتري دومين صح، عرفت إزاي تعدل بياناتك صح. تمام. إيه اللي الجو دي بتقدمه لك. ده دورنا هنا، وإزاي نوصل لك المعلومة وتكون الأمور سهلة بالنسبة لك. يا رب تكون استفدت معانا. ما تنسناش من خلص الدعوات، وزي ما قلت لك ما تنساش تزور الموقع، تشترك في القائمة البريدية أكد عليك، وتزور مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجل بقى إعجابك عشان يوصلك كل جديد، وانشر وشارك في كل مكان. ربنا يجزيك خير على كده. انفع الناس. تمام. واستفيد وفيد غيرك، مش مطلوب منك أكتر من كده. واشترك معانا في القناة، إن شاء الله يوصلك كل جديد معانا بإذن الله. دي كانت محاضرتنا النهاردة. انتظروا المحاضرات الجاية في السيو والأدسنس. وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم فيها على إزاي نربط ما بين المدونة وإزاي نربط ما بين الدومين المدفوع. وأتمنى يا رب تكونوا استفدتوا بإذن الله. تحياتي ليكم. كان معكم أحمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. تحياتنا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.